السلام عليكم، أهلًا بيكم معانا وحلقة جديدة من حلقات مطبخ أسماء وسلمى، هنعمل مع بعض النهارده إن شاء الله مقلوبة فلسطينية بتركات مصرية. حضّرت معايا بقى البتنجان والقرنبيط والبطاطس، قطّعت البتنجان بالشكل دوّة، أنا كنت غاسلاه ونقعاه في مَيّة وملح عشان ما يشربش زيت، والقرنبيط كده وسط بالشكل دوّة كده، والبطاطس برضه لا هي تخينة ولا هي رفيّعة بالشكل دوّة. جِبت بقى صاج سلفنته كده بالسلوفان وحطيت عليه ورق زبدة بالشكل دوّة، وهاقلي الحاجات دي كلّها في الفرن بزيت بسيط خالص، أنا رشّيت رشاشة بسيطة كده من الزيت على ورق الزبدة، وهابدأ أرُص بقى القرنبيط بتاعي، طبعًا القرنبيط بيحتوي على مضادات أكسدة وفيتامينات ومعادن بتساعد في زيادة نشاط الجهاز المناعي، إضافة إلى إنه بيساعد كمان الجسم إن هو يتخلّص من السموم. والبطاطس بتاعتي طبعًا أنا قطّعتها كده بالشكل دوّة وأرصّها جنب القرنبيط، البطاطس طبعًا ده المصدر الأساسي للطاقة وغنية بالألياف المفيدة للجهاز الهضمي، والبتنجان بتاعي بقى حضّرته كده بالشكل دوّة وهابدأ أحطّه جنبهم برضه، البتنجان بيحتوي على نسبة عالية من الحديد والفيتامينات اللي بتعالج فقر الدم وبيساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعي والوقاية من الفيروسات كمان. أنا هارُش عليهم زيت بقى كلّهم كده بالشكل دوّة، وهادخّلهم الفرن بقى، أنا فاتحة الشواية من فوق وكمان الفرن من تحت، وهاسيبهم بقى لحد ما يصفروا وأقلبهم على الناحية التانية لمّا الوش الأولاني يصفر. هابدأ أحضّر معايا بقى الفراخ طبعًا غنية بالبروتين اللازم لصحة العضلات، هاشوّح الفراخ بتاعتي كده في شوية من الزيت صغيّرين خالص، أنا حطيت معلقتين من الزيت ومعلقة أو نُص معلقة سمنة كده صغيّرة بسيطة خالص، وهابدأ أشوّح فيهم الفراخ بتاعتي بالشكل دوّة، لو عايزة تقطّعي الفراخ الربع 2 كده بحيث إن هي تبقى صغيّرة وتعرفي تتحكمي فيها ماشي، أنا حبيت الفراخ بالشكل دوّة، شوّحتها كده لحد ما لونها اصفر بالشكل دوّة، في ناس بتتّك عليها في التشويحة شوية لونها يصفر وتحطها على طول وما تحطش عليها شوربة وتستوي هي في الرز عادي، دي طريقة، وممكن تسويها نُص تسوية، أنا هاسويها نُص تسوية، حضّرت معايا فلفل أسمر وقرفة وزنجبيل وحبّهان وقرنفل وطماطماية وبصلاية بالشكل دوّة، هاحطهم واشوّحهم برضه مع الفراخ بتاعتي، وورق لورا وليمونة مجففة بالشكل دوّة كده. هي المقلوبة طبعًا يعني بتحتاج توابل كتيرة، بتبقى نكهتها كده كلّها توابل وجميلة، حضّرت بقى حطيت عليها مَيّة مغلية بالشكل دوّة، غلوتين 2 بالضبط، هاحط لها الملح وبعد كده هاطلّعها، أنا عايزة الفراخ تبقى مستوية نُص تسوية كده، عشان النُص التاني تستوي في الرز. غلوتين 2 وحطيت لها الملح بقى كده، هابدأ أطلّعها برضه، أنا مش عايزة أقليها في الزيت واستخدم زيت كتير، لأ أنا عايزاها تبقى صحية كده وخفيفة في الهضم، هاطلّعها بقى على ورق زبدة كده برضه مدهون بالزيت بسيط، وهارُش عليها شوية زيت صغيّرين وهاحمّرها في الفرن زي القرنبيط والبتنجان والبطاطس بالضبط، هارُش عليهم زيت بسيط خالص بالشكل دوّة. طبعًا هي بتبقى مشكلة المقلوبة إن هي بتشرب زيت كتير في القلي، بس أنا تخلّصت من الموضوع ده خالص. شايفين البتنجان مقلي إزاي والبطاطس والقرنبيط، حطيت بقى الفراخ بتتقلي كده بالشكل دوّة، الله لونها جميل وريحتها كانت خطيرة وكل حاجة اتقلت ما خدتش معايا معلقتين من الزيت بالشكل دوّة. هابدأ أحضّر بقى حلة كده، أرُش فيها برضه شوية زيت صغيّرين كده عشان المكونات بتاعتي ما تلزقش في الحلة بالشكل دوّة، ويُفضّل إن هي تتعمل في حلة تيفال عشان ما تلزقش خالص. جِبت بصل بقى ونكّهته كده بشوية فلفل أسمر وملح، قطّعاه كده طرنشات بالشكل دوّة، حطيته في الأرض تحت كده، بيدّي طعم جميل بصراحة، بيبقى طعمه مكرمل كده وجميل، حطيته بالشكل دوّة. هابدأ أحط الطبقة الأولى بقى من البطاطس، البطاطس بتستحمل شوية التسوية، فاحطها تحت قريبة من النار، أنا طبعًا مقطّعاها وسط مش رفيّعة، وشايفين لونها جميل إزاي، والله كانت بصراحة جميلة، ما خدتش وقت خالص لإني حضّرت المكونات كلّها وحطيتها في الفرن، فسهّلت عليَّ كتير جدًا، بالشكل ده كده البطاطس، حطيتها كده بالشكل دوّة، عايزين تزوّدوا كمية البطاطس ماشي، تقللوا كمية البطاطس زي ما تحبوا. الفراخ هاحط الجزء اللي أنا محمّراه تحت كده عشان وأنا باقلب الحلة تبان الفراخ وهي متحمّرة بالشكل دوّة، أنا عملتها بالأوراق بس، عايزين تعملوها بالصدر، بالورك، بفرخة كاملة، باللحمة كمان بتبقى جميلة، وهابدأ أحط القرنبيط كده، القرنبيط مقلي كده نُص قلي، بس هو بقى هيستوي بقية التسوية مع الشوربة، بصراحة كان جميل وريحته جميلة والله خالص، كده. حطيت كل المكونات بتاعتي، أنا باحب المكونات أكتر من الرز بصراحة، فحطيت مكونات كتير،
الحاجات دي بتبقى طعمها لذيذ، اخده من طعم الفراخ والرز والتوابل، بتبقى جميله قوي. حطيت الحاجات بتاعتي كلها وجبت بقى رز بسمتي، نص الكميه رز بسمتي والنص رز مصري. الرز المصري بيديها طعم جميل، بيخلي المقلوبه مسكره خالص وجميله قوي وبتشبع كمان. الرز البسمتي بيبقى قيمته الغذائيه مش عاليه قوي، فما بيشبعش. انا كنت غسلاهم ومنشفاهم كويس. هحطهم بقى على المكونات بتاعتي كده بالشكل دوت في الحله، هوزعهم كويس. هي الحله كانت ضيقه شويه بس انا بصراحه ما رضيتش اغير بقى كده بالشكل دوت. وهبدا الشوربه بتاعتي بقى انا اخدتها، سبتها على النار تغلي كده واحط لها كاري وكركم. ممكن اضيف قرفه لو بتحبوا القرفه وطعم القرفه قوي في المقلوبه. ما بتحبوهاش خلاص هنكتفي بالكاري والكركم كده بالشكل دوت. وهضيف لها الملح المناسب لتسويه الرز. هي الشوربه كانت مملحه فانا هضيف ملح بسيط خالص عشان الرز بتاعي يتملح بالشكل دوت. والشوربه بتاعتي دي بقى انا هاخدها وهحطها على المقلوبه بتاعتي بقى عشان اسوي المقلوبه. تمام كده بالشكل دوت. هي غليت غلوتين اهيت وهبدا احط بقى. حطيت طبق كده عشان الشوربه ما تعملش مكان في الحله. فحطيت طبق كده عشان تتوزع الشوربه على الحله كلها كده بالشكل دوت. طبعا الكاري والكركم في الشوربه هيخلي لون الرز اصفر بقى خالص واللون الجميل بتاع المقلوبه كده بالشكل دوت. لو حسيت ان الشوربه دي مش كفايه هزود لها شوربه تاني. انا بالنظر كده، يعني انا بشوف كده بالنظر وهسويها بقى كده. حسيت ان الرز عايز شويه شوربه فانا ضفت له شوربه كمان. هضيف له شويه كمان شوربه اهيت ومعلقتين كده من الزيت صغيرين خالص خالص عشان الرز ما يبقاش معجن. بس حاجه بسيطه. يبقى انا اخدت معلقتين في قلي الحاجات ومعلقتين على الرز، يعني 4 معالق حاجات بسيطه خالص، يعني يعتبر فنجان زيت. زودت شويه شوربه كمان اهوت عشان الرز يستوي كده بالشكل دوت. وهبدأ بقى اسويها عادي خالص. لما الشوربة بتاعتي تنشف هبدأ اوطي عليها واسيبها تستوي نص ساعة على النار. هي الموضوع كله ما خدش ساعة على بعض. المقلوبة بالقلي البتنجان والقرنبيط والبطاطس كله على بعضه خد ساعة بالظبط. حضرتها بقى وهبدأ اقلبها كده. شايفين بقى الخطوة الصعبة دي؟ ايوه هي طبعا الحلة سخنة خالص بس برضه هنقلبها ان شاء الله. شايفين ما شاء الله كده اهي اتقلبت اهيت معانا. هنضرب كده على الحلة عشان لو في حاجة لازقة ولا حاجة تنزل بالشكل دوت. بس طبعا الرز المصري بتاعي مع الرز البسمتي بيخليها ما تلزقش بصراحة كده. والطريقة اللي احنا عملناها بيها مش هيخلي اي حاجة لازقة خالص. الصينية كانت صغيرة بس برضو مشيت الحال كده بالشكل دوت. الله مفيش حاجة لزقت خالص اهيت ونازلة جميلة. وده شكلها بقى في الاخر كده بعد ما زوقناها بقى بالشكل دوت. الفراخ متحمرة وريحتها جميلة وكل المكونات مقلية وريحتها كانت جميلة قوي بصراحة بالشكل ده كده. تعالوا ندوق مع بعض الفراخ مستوية خالص ازاي والرز كان طعمه خطير. نكهة الرز المصري مع الرز البسمتي كانت تركة جميلة قوي قوي في المقلوبة ومخلية طعمها خطير بصراحة. سلمى عمالة تاكل اهيت مش قادرة تستحمل. ده شكل بقى الوصفة بتاعتنا. لو عجبتكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. ونتقابل على خير في وصفة جديدة مفيدة من وصفات مطبخ أسماء وسلمى.